الجميع استعداد للطبسة جمعا كليا. طابس. توظيف الطوبزة أو سلوك الطوبزة في السياسة، في الاقتصاد، في حتى في الثقافة جائز يعني، ومش ضروري لكن يجوز ذكر السلوك هاي، وعلى مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الأنظمة والدول. في تقديري أنه هذا لا يعتبر يعني انحناء للعاصفة وبراغماتية ومرونة، لا لا لا، هذا اسمه طوبزة للعاصفة، مش انحناء للعاصفة. تجميل وتزويق ومكيجة السلوكيات اللا أخلاقية لنظام الجولاني في تعاملها وتنازلاتها للروس وللأتراك لا يمكن اعتباره أنه انحناء للعاصفة، بل الطوبزة لها والتنازل، وهي الطوبزة أكيد ستكون على حساب الدولة السورية والكيان السوري والشعب السوري. نأتي الآن إلى موضوع الطوبزة للأمريكيين. نظام أحمد الشرع، منذ متى بدأت عملية الطوبزة للأمريكيين؟ تقديري وتخميني أنه بدأت في عهد الإدارة السابقة، ومع زيارة الصحفي الأمريكي مارتن سميث في أبريل 2023 لإدلب، وإجرائه لقاء مصور، وأبو محمد أبو الجوج أبو محمد الجولاني طلع لابس بدلة أنيقة وكذا وبيحكي يعني، وقال أنه في تلك الحوار أنه هم لا يشكلون خطرا على الأمريكيين. كانت بدايات مؤشرات أنه احنا جاهزين للطوبزة، نظام الشرع جاهز للطوبزة في التعامل مع الأمريكي. الرسالة كانت واضحة يعني، من إدلب، من قلب إدلب وقت ذاك، وهو رئيس لإمارة إدلب وهيئة تحرير الشام، والصحفي الأمريكي راح لعنده وأجرى لقاء. كانت في بدايات مخاطبة الرأي العام الأمريكي والسياسيين الأمريكيين والسلطة الأمريكية وقت ذاك والإعلام الأمريكي، أنه نظام أبو محمد الجولاني جاهز تماما للطوبزة. هذا كان يعني كانت البداية الأولى. ثم أتت زيارة روبرت فورد السفير السابق والممثل المبعوث الأمريكي السابق أو المسؤول عن شؤون سوريا، ملف سوريا. زيارته لإدلب عبر منظمة بريطانية، أنه إعادة تأهيل وتدريب أبو محمد الجولاني وتسليمه السلطة، لأنه وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ومن هالكلام هذا. مهم التماس المباشر بعد الصحفي الأمريكي مارتن سميث، روبرت فورد راح لهنيك، مش بس أجرى حوار، لا، قام كان من ضمن المدربين اللي دربوا الجولاني وتأهيله لكي يكون مهيئا جاهزا لاستلام السلطة في دمشق من 23. هل أبو محمد الجولاني جاهز للطوبزة للأمريكيين أم لا؟ برأي روبرت فورد وبعد إجراء عمليات الفحص والتأهيل والتدريب جاهز. هذا كمان كان إحدى مؤشرات أنه الأمريكيون
والغزاة والصليبيين، وذلك القاموس اللي كانت تستخدمه هيئة تحرير الشام، ولقاءات أبو محمد الجولاني مع محمد منصور. يا ريت هلا يروح محمد منصور ويواجهه بكلامه السابق لما وجهه إلى محمد منصور وظهره إلى الكاميرا. هكذا يعني أبو محمد الجولاني كان بيهاجم الأنظمة العربية أنه تدفع الجزية للأمريكي، ومعروفة ترجعوا بتجروا تساووا بحث عن لقائه مع محمد منصور راح تشوفوا يعني هذا الموضوع يعني. فاللقاء الثاني والتمهيد للطوبزة للأمريكي، الأمريكيين ما بيدخلوا هيك فورا، لا، بعتوا صحفي، بعتوا روبرت فورد، بعدين جاهز للطوبزة، جاهز للطوبزة، طوبز لكان مثل ما قال ياسر العظمي. مرحلة التهيئة الثانية كانت ب 23. المرحلة الثالثة كانت مع زيارة جوناثان باس، الرجل الأعمال الأمريكي المقرب من إدارة دونالد ترامب، ومقرب أيضا من الأوساط الإسرائيلية، ولعب يعني جوناثان باس دورين، ساعي بريد لنظامين، للنظام الإسرائيلي وللنظام الأمريكي، وحمل رسائل الجولاني. طبعا جوناثان باس يعني الأمريكيين ما كانوا محتاجين لجهوده، بس الإسرائيليين كانوا محتاجين لجهود جوناثان باس. ليش؟ لأن الأمريكيين بعتوا الصحفي وبعتوا روبرت فورد. فالصحيح هو كان ساعي بريد لدولتين، لنظامين، إسرائيل وأمريكا، لكن التركيز كان لصالح الإسرائيلي. وقال يعني صرح جوناثان باس انه الشرع شو قال له، والرسائل اللي حملها للإسرائيليين مشان يفتح قنوات الاتصال، والطوبزة للإسرائيليين بلشت تقريبا من هون، من جوناثان باس. يعني الرسائل انه نحن جاهزين، طالما نحن جاهزين للطوبزة للأمريكيين فنحن جاهزين للطوبزة للإسرائيلي. مين؟ نظام أحمد الشرع، مين؟ نظام أبو الجوج، نظام أبو محمد الجولاني. بعد ذلك يعني صار اللقاء مع ترامب، وخلص الطوبزة النهائية للأمريكي على حساب ممارسة الضغوط على قسد وعلى غض الطرف على ما اقترفه نظام أبو الجوج، نظام أبو محمد الجولاني في الساحل وفي السويداء أيضا يعني. وطبعا بقية التفاصيل معروفة، ماذا جرى يعني في اللقاء ما بين ترامب ومدائح ترامب. طبعا مدائح مدفوعة الثمن، يعني مدائح ترامب للجولاني شاب ومتحمس وكذا، والقصص والكلاوات هذه يعني. فالطوبزة للأمريكي مستمرة حتى الآن، والنظام أحمد الشرع يمارس هذه سياسة الطوبزة مع الأمريكي. لنأتي إلى الطوبزة للإسرائيلي.